في عالم مضطرب حيث الحروب لا تنتهي والحقائق تتبدل والمعنى يبدو غائبا، ولد صوت مختلف، صوت لم يهرب من السؤال بل واجهه بكل وضوح: كيف يعيش الإنسان في عالم بلا معنى؟ إنه ألبير كامو. ولد سنة 1913 في الجزائر في بيئة فقيرة، وفقد والده في الحرب العالمية الأولى وهو طفل. نشأ مع أم صماء في صمت شكل وعيه وجعله يرى العالم بطريقة مختلفة. في شبابه أحب كرة القدم وكان حارس مرمى. هناك في الملعب تعلم الانضباط وتعلم المسؤولية وتعلم الأخلاق، حتى قال عبارته الشهيرة: كل ما أعرفه عن الأخلاق أدين به لكرة القدم. لكن المرض أوقف مسيرته الرياضية، فبدأت رحلته الفكرية. في الجامعة درس الفلسفة، لكنه لم يبحث عن أجوبة جاهزة بل عن الحقيقة مهما كانت قاسية. خلال الحرب العالمية الثانية انضم للمقاومة الفرنسية واستخدم قلمه سلاحا ضد الظلم. كتب عن العبث، عن ذلك الصراع بين رغبة الإنسان في المعنى وصمت العالم. في رواية الغريب قدم إنسانا يعيش بلا أوهام، وفي أسطورة سيزيف طرح فكرة إن الحياة قد تكون بلا معنى، لكن الإنسان يستطيع أن يتمرد ويستبخ. ثم جاءت مرحلة التمرد، حيث دافع عن الحرية ورفض الظلم، لكنه حذر من أن يتحول التمرد إلى طغيان. في الطاعون صور العالم وهو بيواجه كارثة، لكن الإنسان لا يفقد إنسانيته. وفي الإنسان المتمرد وضع حدوداً أخلاقية للثورة. عام 1957 حصل على جائزة نوبل في الأدب، ليس لأنه قدم أجوبة بل لأنه طرح الأسئلة الصحيحة. كان يرى أن الأخلاق أهم من السياسة، وأن الإنسان يبقى إنساناً مهما كانت الظروف. وفي عام 1960 انتهت حياته فجأة في حادث سيارة، لكن أفكاره لم تنتهي. ألبير كامو لم يعلمنا كيف نجد المعنى، بل علمنا كيف نعيش رغم غيابه، وكيف نتمرد دون أن نفقد إنسانيتنا. ألبير كامو، صوت الإنسان في عالم عبثي.